السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم عندنا ردة فعل جديدة وفيديو جديد اللي هو واحد الانجاز غير مسبوق لبطلة جزائرية. حققت واحد الانجاز كما قلت لكم ما عمرش قبل منها شي بطلة عربية او افريقية حققته. فبقوا معايا نتعرفوا على هذه البطلة الجزائرية. A first ever appearance for a gymnast representing an African nation on a podium at the World Championships. Kelia Nimor. أول شيء ألف مبروك للبطلة الجزائرية كيليا نمور، تحقيق فضية تاريخية ببطولة العالم للجمباز ببلجيكا 2023. فهي أول لاعبة عربية وإفريقية تفوز بميدالية في بطولة العالم للجمباز عبر التاريخ بعد فوزها بالميدالية الفضية لبطولة العالم أنتورب ببلجيكا 2023. فيلا نشوفوا هذا الفيديو أو هذا الأداء الرائع لهذه الفراشة الجزائرية. Of Algeria. The third best in qualification with 14.733, but she scored 15.2 in the all-around final. Starts with her own skill. The Inbar stalled her to Nabieva. Now, she didn't go straight into the pack salto, but does go from pack into Maloney. And they're going into the edge of her and back. Oh, it's brilliant. And the double layout, a magnificent landing. We might see history. ما شاء الله، يعني أداء احترافي ورائع، وكاين خفة وكاين واحد الجمال وكذلك رشاقة. ما شاء الله عليها. هادشي اللي يمكن لنا نقوله. يعني رياضة ماشي سهلة، ماشي تشوفها هكذا تقول بأنها سهلة. فما شاء الله عليها، أول عربية وإفريقية تفوز بهذه البطولة. بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش كيليا نمور، لأن غالبا ما عادش يكونوا عرفوها، يلا تيتعرفوها لأنها صغيرة في العمر، زائد أنها كانت عندها جنسية فرنسية حولتها الجزائرية في هذه التواخر. فكيليا نمور هي الأب ديالها جزائري الأصل والأم ديالها فرنسية. تولدت في النهاية ديال ديسمبر 2006. كتمارس اللعبة منذ نعومة أظافرها، يعني من الصغر ديالها، في نادي أفيون بومون الفرنسي اللي هو في الأصل كيعود للوالدة ديالها، يعني ملك الوالدة ديالها الفرنسية، حيث سبق لها فازت بعدة بطولات على المستوى الدولي. فبالرغم من صغر السن ديالها صنعت الحدث في فرنسا السنة الماضية، وكتبت قصة النجاح من التهميش والمعاناة. ديال 2021 توجت بطلة لفرنسا في نفس الاختصاص وهي في سن 14 سنة، يعني صغيرة بزاف، لكنها تعرضت للإصابة واستوجبت عليها خضوعها لعمليتين جراحيتين، وأمضت 8 أشهر في إعادة التأهيل. وبالرغم أن الطبيب المختص رخص لها العودة إلى المنافسة، إلا أن طبيب الاتحاد الفرنسي للجمباز عارض الأمر واعتبر ذلك خطرا على صحتها، لتباشر كيليا إجراءات تغيير الجنسية ديالها الرياضية بعدما حظيت بدعم الاتحاد الجزائري للعبة. فنالت موافقة ديال الاتحاد الدولي في البداية، ولكن الاتحاد الفرنسي طعن في القضية ليتم تجميد نشاط البطلة سنة كاملة حتى الفصل النهائي. رفعت كيليا قضيتها لوزارة الشباب والرياضة الفرنسية التي أنصفتها وأعطتها حرية اختيار البلد الذي تريد تمثيله، لتبدأ مغامرتها بالألوان الجزائرية في ماي 2023، وتفوز بعدها مباشرة باللقب الإفريقي في بريتوريا وميداليتين ذهبيتين خلال الألعاب العربية قبل فضية بطولة العالم اللي ربحت في هذا الأخير. كيليا مكسب ثمين للرياضة الجزائرية، وعاد يكون من الرائع أن تحصل على ميدالية أولمبية في باريس تحت أنظار رئيس الاتحاد الفرنسي. فألف مبروك لهذه البطلة الجزائرية الصغيرة، فالله يكثر من أمثالها، وإن شاء الله نشوفوا أبطال يكونوا عندنا في بلادنا العربية
بحالها يكونوا في هاد الرياضات اللي حنا يعني من المستحيل او النادر اننا نسمعوا بطل عربي فاز بهم. فهو ملاحظه بسيطه اللي بغيت نقول هي ان باش نكونوا واقعيين اكثر، لان لا الجزائر او المغرب او بلدان المغرب العربي خاصه المنطقه ديالنا حنايا كنعترفوا ان معظم الابطال الرياضيين غالبا تيكون التكوين او التدريب ديالهم يعني فرنسي او هولندي او اسباني. يعني اذا يجب تطوير هذه المدارس الرياضيه داخل البلاد ديالنا عوض استلام يعني كفاءات جاهزه واللعب بها عالميا. فكنتمنى يكونوا عندنا هادشي ويكونوا عندنا اكاديميات مختصه في هذا النوع من الرياضات. وعلى العموم ما كيهمناش هادشي، اللي كيهمنا هي تكون منا والجنسيه ديالها ديالنا وديال بلادنا وعربيه او افريقيه او شمال افريقيا. فكنتمنى يكون عجبكم هذا ردة الفعل وهذا الفيديو. نلقاكم ان شاء الله فيديو قادم والى اللقاء. سلامه.